اللي اكتشفوه تحت هرم خفرع شيء لا يصدقه عقل، شبكة ضخمة من أعمدة بعمق 648 متر. هل دي المدينة اللي بيقولوا عليها ودايما بينشروا صورها بالذكاء الاصطناعي؟ طيب هم مين دول اللي اكتشفوا الاكتشاف ده اللي هيزلزل التاريخ؟ ايه الحكاية؟ تعال أقولك. يوم 16 مارس 2025 2 مهندسين رادارات إيطاليين عملوا مؤتمر صحفي أعلنوا فيه عن حاجة محدش سمع عنها في الحياة قبل كده، وهي إنهم اكتشفوا تحت هرم خفرع شبكة كبيرة من الأنفاق والفراغات بعمق 2000 متر. الشبكة دي فيها ممرات حلزونية بعمق 684 متر، ده غير حاجات تانية صناعية من المستحيل إنها تكون من صنع الطبيعة. طبعا الدنيا اتقلبت، خصوصا إن الخبر ما طلعش من مصر، وقالوا لا مادام مخبيين علينا يبقى كده فعلا في حاجة. واللي قالك بس هي دي إرم ذات العماد. وكل النظريات اللي اتقالت في موضوع الهرم أصحابها كانوا في حالة أنا صح. طيب استنوا يا جماعة نفهم البحث ده قصته إيه؟ خلونا كده نرجع ل 2022 لما قرر فيليبو وكورادو إن هم يعملوا مسح للهرم الأكبر اللي هو هرم خوفو مش خفرع، وده بتقنية SAR، وهي تقنية تصوير بتستخدم نبضات الرادار، ودي بإمكانها الاستشعار عن بعد. الفريق اللي اشتغل على المشروع ده قرروا إن هم يستخدموا التقنية دي ويصمموا حاجة تستقبل الإشارات الرادارية ويدخلوها على تطبيق سوفت وير فتتحول لمعلومة 3D ثلاثية الأبعاد، وتقدر إنك تشوف الفجوات دي في شاشة قدامك. طيب باللي عملوه ده اكتشفوا ايه بالظبط؟ وقتها اكتشفوا ممرات معروفه وغير معروفه في الهرم الاكبر، زي غرفه الملك وغرفه الملكه والبهو العظيم، ده غير الغرفه الغير مكتمله تحت الارض، وكمان ممرات وفتحات تهويه. بس وقت ما اكتشفوا الحاجات دي ما كانش يعتبر انجاز، لان الفراغات دي تم اكتشافها على يد فريق عالمي لو تفتكروا كان اسمه سكان بيراميدز، وده كان سنه 2017. ووقت الاكتشاف ده قالوا ان مستحيل الهرم يبقى مجرد مقبره. بعدها الفريق ده قرر انه يعمل نفس المسح الاثري اللي عملوه للهرم الأكبر بس المرة دي على هرم خفرع، وطلعوا لنا من كام يوم برسمة ثلاثية الأبعاد بممرات وأنفاق وهياكل عملاقة بارتفاعات تحت الأرض أطول من الهرم نفسه، وأعلنوا عنها في مؤتمر صحفي يوم 16 مارس 2025. بس في كام حاجة كده لازم تعرفهم قبل ما تبقى مؤيد أو معارض للخبر ده. أولاً خد المفاجأة الكبرى، إن الورقة البحثية اللي تم نشرها بخصوص هرم خفرع طلعت الورقة البحثية لهرم خوفو، والناس كلها وفي مصريين للأسف بينشروها وهم فرحانين قوي على اعتبار إن ده إنجاز علمي هينسف علوم المصريات. يعني ايه يا شهاوي؟ يعني يا سيدي الدراسة اللي اتعملت في 2022 كانت تخص الهرم الأكبر، وكان له دلائل علمية وأوراق بحثية، أي نعم كانت مكتشفة من قبل كده بس أهو تم توثيقها. إنما إعلان مارس 2025 اللي يخص هرم خفرع واللي اتعمل له مؤتمر صحفي واللي المفروض إنه اكتشاف ملهوش أي أوراق بحثية لحد دلوقتي. تاني حاجة إن تقنية SAR آخرها توصل لأمتار بسيطة جدا تحت الأرض، لكن 2000 متر عمق و600 متر في الصخر دي وسعت منهم شوية. ثالثا وأخيرا إن الثلاثة اللي اشتغلوا على المشروع ده عليهم علامات استفهام كتيرة جدا.